5 أماكن في بيتك تسكنها الشياطين، تعامل معها بحذر شديد. أكمل المشاهدة لتعرف المزيد. أولاً، الفراش الذي لا ينام عليه أحد لمدة طويلة، والفراش المبسوط، هذا الفراش سيستقله الشيطان ويسكنه، وهذا ثابت في السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل، وفراش لأهله، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. ولذلك وجب طوي الفراش وتنفيضه، أو رش ماء مقروء عليه قرآن كل يومين أو 3. ثانياً، الحمام، والكل يعلم هذا الأمر، ويعتبر شيطان الحمام من أخبث الشياطين على الإطلاق، لذلك وجب التحصن عند دخول الحمام وعدم الكلام داخله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتاها أحدكم فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثالثاً، الثياب المعلقة لفترة طويلة دون لبسها أو تنظيفها، وبما في ذلك التي تكون داخل الدولاب، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطووا ثيابكم، فإن الشيطان يسكن كل ثياب منشور. ومعظمنا يفضل تعليق الثياب لتكون جاهزة، وللتحصن من أي ضرر رش عليها بين الفترة والأخرى ماء مقروء عليه القرآن، أو افتح الدولاب واقرأ الفاتحة وآية الكرسي. رابعاً، التماثيل المجسمة، وهي التماثيل المنحوتة على هيئة إنسان أو حيوان، وفي الأصل أن هذه التماثيل تمنع دخول الملائكة إلى البيت، ويختبئ وراءها الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. خامساً، مكان إشعال النار والمواقد، وهو مكان محبب للشياطين لأنها مخلوقة من نار، لذلك تعهد ذكر الله كلما اقتربت من النار لإشعالها. حفظنا الله وإياكم من خبث الشياطين. هل تعلم ما يفعل بك الشيطان عندما تنام في الليل؟ الجواب مع الدليل والشرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل، فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الراوي أبو هريرة، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الصفحة 1142. الشرح: الشيطان يسعى دائما في كل طريق للإنسان ليحول بينه وبين طاعة الله عز وجل، لا سيما قيام الليل وصلاة الفجر في وقتها. ولا نجاة للعبد من كيد الشيطان وحبائله إلا بالاستعانة بالله عز وجل والأخذ بأسباب الوقاية والحفظ. وفي هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحال الإنسان الذي يريد القيام لصلاة الليل أو الفجر وصراعه مع الشيطان. فإن المؤمن إذا ذهب إلى النوم يعقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا استيقظ المؤمن وذكر الله تعالى ولم يستجب لوسواس الشيطان انفكت عقدة، فإن توضأ انفكت الأخرى، وإن قام فصلى انفكت العقدة الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس لأنه مسرور بما قدم مستبشرا بما وعده الله من الثواب والغفران. وإذا لم يصلي أصبح خبيث النفس مهموما بكيد الشيطان عليه، وكسلان بتثبيت الشيطان له عما كان من فعل الخير.